يا مساء الفل والهنا، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا بوصله السعاده مع سمية ايمن على تسعينات اف ام. كل يوم تلات الساعه 6:15 مساء ولمده ساعه على تسعينات اف ام. عنوان الموسم ايه؟ جوه دماغي. ليه اسمه جوه دماغي؟ عشان كل مره بنتكلم على نوع من انواع الفقد او الافتقاد اللي ممكن يكون حصل في حياتك، زي افتقاد الاب، افتقاد حيوانك الاليف، افتقاد الجد، وهكذا. طب برضه يا سمية ليه اسمه جوه دماغك؟ عشان انا بحاول على قدر الامكان اخليكم بقى تشوفوا الشكل الفقد ده جوه دماغي شكله عامل ازاي. ممكن التجارب اللي انا عديت بيها ليها علاقه بالفقد ده، او مثلا حد قريب ليا عدى بالتجربه دي. لانه دايما، ودي حاجه يعني كل ما بتعلم اكتر في علم النفس بفهمها، انه نظريات من بره كده، لو انا يعني بقولك مثلا ده في علم النفس فيه نظريه الفلانيه، انت مش هتعرف او مخك مش هيعرف يجيبها قوي، عشان واقعيا بيبقى الشكل مختلف خالص، او بتستخدم بطريقه تانية خالص. انما لما بتاخد الحاجه كده نظري ما بتبقاش قادر تفهمها قوي، بس لما تعيش التجربه فتبدا تفهم بقى. فعشان كده بيبقى مهم قوي ان انا دايما اشارك معاكم التجارب، عشان ما تبقوش حاسين انتوا بتاخدوا معلومات وخلاص احنا مش فاهمين حاجه، انتوا بتقولوا كلام مجعلص كده ماشي يا سمية تمام، يعني عايزه تعرفينا ان انت متعلمه وقاريه تمام شكرا ولذيذ وكده. لا مش عايزه اتعلم، يعني مش عايزه اعرفكم كده. انا في الاخر كل اللي بكون نفسي فيه انه اي حد فيكم بيعدي بحاجة نفسية، يعني مشكلة نفسية معينة بتكلم عنها، اتمنى انه كلامي يفيدكم ولو 1%. يعني بالنسبة لي لو مثلا هي الحلقة ساعة فانت استفدت حتى من دقيقة فيها، انا ده يكفيني. النهاردة بالنسبة لي الحلقة اتمنى ما تكونش صعبة، بس اقصد يمكن لمسها قوي، وعندي نوع من افتقاد ده بالذات اليومين دول، لانه عارفين الناس القريبه ليكوا قوي بتفتقدوهم اكتر. يعني انتوا دايما فاكرينهم، بس انتوا بتفتقدوهم اكتر في الوقت الصعب او اللي انتوا حاسين فيه انه انا خلاص تعبت. فانت اللي هو بتبقى حاسس يا لو كان الشخص ده موجود كان زماني بقى كده اترميت في حضنه. عارفين الاحساس ده، فده احساس جيري جدا. عشان كده النهارده هنتكلم عن افتقاد الجد. والجد هنا طبعا على فكره اقصد بيه الجده والجده، عشان ما تفهموش ان انا اقصد جندر معين، لا طبعا الجد والجده. النوع ده اعتقد كتير مننا عاشوا او بيعيشوا، لانه زي ما قلت لكم الافتقاد هي مش مرحله وبتروح. يعني مش انا مثلا جدي توفى فانا ايه ده بعديها بشهر كنت مفتقده قوي وبعدين بقى خلاص مفيش، خلاص هي خلاص دي مش موجوده. امال يا اسماء بتعملوا ايه في علم النفس او بتقولوا لنا يعني ايه healing from grief؟ يعني ايه التعافي من الفقد؟ التعافي هنا معناه ان انت تبص على الفقد ده بشكل مختلف. يعني ما تبقاش شايف ان الدنيا سودة بقى وخلاص مش عارفه اعمل حاجه بعد الشخص ده، وخلاص انه ما فيش اصلا، ما بقاش فيه كونكشن او ما بقاش فيه رابط ما بيني وبينه. لا، هنا بقى علم نفس بيجي يقولك انه ازاي تستمتع وتكون ممتن بكل ذكرى كانت مع الشخص ده، ازاي تفضل تحس بوجوده حتى وهو مش موجود جسديا، بس انت تبقى حاسس بيه. عشان كده من الحاجات مثلا اللي علم النفس بتقولها لك انه انت تشوف طريقه تحاول بيها تخلي الشخص ده يفضل موجود. بمعنى انه مثلا لو انت فقدت مثلا مامتك، فكان في زرعه معينه هي بتحبها، فانت بدات ان انت تجيب الزرعه دي وتسقيها عندك في البيت، فكل لما تشوفها تفتكرها. فاحنا بنعلم الناس الحاجات دي، انما مش بنقول لهم والله انت هتنسى وهتبقى زي الفل والفقد بعد شويه هيبقى، لا احنا ما بنعملش كده. فالنهارده زي ما قلت لكم هنتكلم عن افتقاد الجد او الجده. عشان كده عايزاكوا تتكلموا تقولوا لي ايه اكتر ذكرى بتربطكوا بجدتكوا او جدكم ومفتقدينها جدا. ارقام التواصل بتاعتنا 01042788994، او اكتبوا لنا رسائلكم على صفحه الفيسبوك الخاصه بتسعينات اف ام هاشتاج بوصلة السعاده. تعالوا نروح لفاصل سريع وعامله لكم برضو جو رمضاني كده ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من برنامجنا بوصلة السعادة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. طيب رحلة النهاردة جوه دماغي عن افتقاد الجدود. وتاني هنا قصدنا يعني ست والراجل طبعا، الجدة والجدة. فسؤالي ليك يا ترى ايه أكتر ذكرى انت مفتقدها مع جدك؟ وأرقام التواصل بتاعتنا 01042788994. تعالوا أبدأ أنا أقول لكم. أنا عامة مفتقدة يعني جدودي الاثنين وجداتي الاثنين.
وفي منهم من سن صغير قوي. يعني اكتر جد قعد معايا كان عندي 15 سنة، ده اللي هو بابا مامتي. جدتي مامة مامتي تقريبا اتوفت بعد ما اتولدت بحاجة بسيطة قوي، يعني تقريبا كان عندي سنة حاجة كده. وجدي التاني انا ما شفتوش. وجدتي بقى الرابعة كان يعني هم كده، قصدي هم 4 مع بعض عشان ما تفهموش غلط. تقريبا كان عندي 4 سنين وهي توفت. فأنا بالنسبة لي جدي عندي تأنيب ضمير قوي 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 إن أنا ربنا يعني اداني كده النعمة إن أنا يقعد معايا 15 سنة. ما برضه 15 سنة لو تكون واعي يعني. وانا حاسه ان انا كنت مقصره معاه جدا جدا. يعني عارفين لما كان يجي بقى وانتوا بقى اللي هو ايه في الوقت بتاع المدارس ده، واحنا في اولى اعدادي وتانية اعدادي كده، تدخلوا بقى مش طايقين نفسكم، جو بقى اللي انت مستقل وخرج مع اصحابي لا مش عايزه اطلع والحاجات دي. فكان عندي للاسف الحاجات دي شويه. بس اكتر وقت مفتقداه فيه قبل ما يموت بيوم كان عندنا في البيت. فانا قابلته في الجراج، وبعدين وانا بسلم عليه استغربت جدا، فضل ماسك في ايدي قوي. بس يا جماعه ماسكه كده فيها دفى مش قادره اقوله لكم. يعني انا فعلا مش بهزر او يعني مش حاجه اللي هو بقولها كده، بس فعلا ادفع نص عمري واحس بالماسكه دي تاني، يعني يجي يمسكها تاني. لان الماسكه دي كانت، انتوا هتبقوا فاهمين قوي بقى، كان فيها كده حنيه وحب مش مشروط، ما فيهوش كده شروط، اللي هو بيحبني عشان هو بيحبني عشان انا سمية. فدي كانت اكتر يعني ذكرى بتجمعني بيه ومفتقداها جدا جدا جدا. يمكن كان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان انا تاني يوم لما هو توفى كان بيكلمنا يعني الممرض بتاعه كده، وقال لنا انه يعني حاج محمد وقع يعني. فمهم انه انا ما اعرفش ليه برضو كنت شخصيه على قد شويه كده يا جماعه، يعني ما كانش فيه نضج الحمد لله. انا قلت عادي وقع رجليك اتكسرت، مع انك كراجل عنده 80 سنه وقع رجليك اتكسرت دي مشكله يعني، دي مش حاجه عاديه. بس أنا كنت بتكلم مع ماما كده يعني ما تقلقيش يعني كذا كذا كده. مهم انه وقد كان يعني راحوا بقى كلهم عليه عنده على البيت، وانا كنت عايزه اروح، بس بحمد ربنا انه ما خلانيش اروح، لانه لما راحوا هناك هو كان متوفي. فانا لا اعتقد ان انا كان ممكن اقدر اكمل كده لو انا شفته وهو يعني مش بيتكلم مش بيتنفس. ما كنتش حاسه ان انا هقدر اعمل ده، لان انا كنت ساعتها بقول ايه ده، طب ليه انا كان نفسي اروح ومش عارف ايه وكده. بس حمدت ربنا قوي ان هو فعلا يعلم انه انا اصلا شخص المواقف بيبقى ليها معاني كبيره قوي عندي، الناس بتستغرب كميه المعنى ده. فكانت من رحمات ربنا ان انا ما ودعوش، يعني اخر مره بس اودعه يكون هو كان بصحته كده وواقف وبيتنفس وباصص لي وبيمسك ايدي. كمان حسيت اكتر حاجه انه موته، عارفين لما موت حد ربنا سبحانه وتعالى يجعله يفتح لك كده او يبني لك معنى في حياتك، هي دي كانت اكتر حاجه. انا اصلا قبل ما جدي يتوفى بحاجه بسيطه كنت بدات التزم وكده، فهم كانوا واخدوا بالهم يعني. بدات التزم بمعنى ايه، اذكر الصباح والمساء، بدات اصوم شويه، انتظم في الصلاه كده يعني. فساعتها كانوا دايما الناس بتقعد تقول لي انت فاضلك الحجاب، وانا كان بالنسبه لي ما حدش يقول ايه، بص انا هعمل كل حاجه كل حاجه بس ما تجيبوش عن الحته دي، يعني انا كده تمام. بس واللي هو ما عنديش مشكله البس يا جماعه بكم واسع وطويل وكل حاجه، بس شعري ده ما حدش يجي بقى يقول لي غطيه وكده. وبعدين هو كان بيجي يقعد يقول لي ايه، ما مش عارف بقى انت هتتحجبي امتى ومش عارف ايه وبقيت احفادي يقوموا قايلين لي احنا مش عارفين مين اللي منعك على الحجاب وبتاع والحاجات دي. هو بقى لما توفى انا دايما كان في دماغي انه هو كان عايز ده. فحسيت انها كانت من اكتر الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاها تشجعني على ان انا اتحجب. وقد كان يعني تقريبا اتحجبت بعديها يمكن 2-3 حاجة شبه كده يعني. بس فبحس انه قد ايه هي حلوة قوي ان انت في اي فقد تعرف تطلع معنى،
تعرف تشوف انه الفقد ده على قد ما هو بيوجعك وهيفضل يوجعك، عشان انا مش جاي اضحك عليك هنا، بس كان ليه فايدة كبيرة قوي. وكمان من اكتر بقى الحاجات، كمان عارفين لما موت حد معين يخليك تقرا في الدين اكتر، فانا بدات اقرا انه، عشان كنت دايما من كتر ما ضميري مأنبني، لحد ما قريت ولقيت انه انا اقدر اصله حتى وهو مش موجود، يعني حتى هو ميت اصله بان انا اصل اصلا قرايبه، يعني اللي هو بناته، اخواته وهكذا. ده نوع من انواع البر. فشفت قد ايه ربنا كريم قوي انه هو سايب لنا الترابط مع الميت حتى وهو مش موجود، ان انت تدعي له فالدعاء بيوصل له، ان انت تتصدق عنه، ان انت حتى تقدر تعمل له عمرة، تعمل عمرة عنه او حج. فسبحان الله كل قدر من اقدار ربنا سبحانه وتعالى لما بنهدى شوية بنشوف قد ايه هو بيعرفنا على ربنا. ما هو ربنا لما كان بيقول ويعلمكم الله، بيعلمنا بأقداره فينا سبحانه وتعالى. يعني انت كل قدر بيعلمك مين هو الله، فبتبدأ تفهم وتطمن بقى، تعيش الحياة الطيبة وتطمن، عشان بتبدأ تفهم انه أصعب حاجة حصلت في حياتك كان النتيجة منها خير. أكتر حاجة انت كنت بتقول هي دي، أنا خلاص أنا حياتي وقفت هنا، هي دي اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لك بيها الأبواب. تعالوا بس نروح لفاصل نرجع نكمل كلامنا. بس بفكركم بسؤال حلقتنا، يا ترى ايه اكتر ذكرى بتجمعك بجدك انت مفتقدها؟ وارقام التواصل بتاعتنا 010427894، او اكتبوا لنا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات اف ام #بوصلة السعادة. فاصل سريع نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من برنامجنا بوصلة السعادة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. ورحلة النهاردة جوه دماغي عن افتقاد الجدود، وهنا نقصد الجد والجدة. قبل الفاصل اتكلمت بس عن سؤال الحلقة، كان سؤال الحلقة يا ترى ايه اكتر ذكرى انت مفتقدها بتجمعك مع جدك او جدتك، وكنت بجاوب على السؤال ده يعني تجربة كده في حياتي، وقلت لكم انه قد ايه اقدار ربنا سبحانه وتعالى، رغم انه الفقد ده من اصعب الحاجات اللي انت ممكن تعدي بيها، ولكن برضو بتلاقي فيه هدايا ربانية من ربنا سبحانه وتعالى. وقد ايه علم النفس لما انت كده تدخل انت بس اعمل كده سيرش كده، اعمل بحث واكتب ازاي تقدر تتخطى اي فقد بتعدي بيه، هيقولك ان من اهم الحاجات ان انت تلاقي معنى يعني معنى تطلع بيه من الفقد ده. من اجمل القصص اللي بحبها، وهي قصة حقيقية، انه راجل كان فقد مراته وولاده كلهم، وكان عايش بتأنيب الضمير جدا، او يعني ما كانش مستريح خالص ومكتئب وكده. عارفين امتى قدر يلاقي معنى او طلع ايه كانت المشكلة؟ هو دايما كان الناس بتهون عليه انه ان شاء الله باذن الله هتقابلهم في الجنة وهكذا وكده، فهو كان دايما حاسس انا مذنب فمش هقابلهم، ما انا مش هبقى معاهم في الجنة. فدي كانت مخلياه خلاص، يعني كأن العلاقة هي هنا انتهت، فهم ماتوا وانا مش هشوفهم تاني. لحد ما الدكتور النفسي سأله وقال له طب مش ممكن يكون الذنوب، يعني الابتلاء والوجع اللي انت عشته ده بسبب الفقد ليهم اصلا يكون سبب انه ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذنوبك فتدخل معاهم؟ هو قال ساعتها هنا كانت اول مرة في حياتي احس بالراحة، بان هو اتحرر من مشاعر صعبة جدا. عشان كده من اهم الحاجات اللي انت محتاج تعملها او تسعى ليها، ان انت تقدر تلاقي معنى في وسط الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولك. لانه انا بشوف انه اي نوع من انواع الابتلاء اللي انت بتعدي بيه هيبقى فيه فقد، دايما هتبقى حاسس بفقد. يعني حتى لما انت بتحس
بخيبة أمل. ده بيكون انت مثلا جواك كنت متعشم في شخص معين انه هيعمل معاك حاجة معينة، تمام؟ فانت خلاص، احنا مخ البني آدم بيحس انه هو لما بيتعشم في شخص كأن الحاجة حصلت. فتخيل لما فجأة بيحصل العكس، فده بيبقى نوع من انواع الفقد اللي بنسميه خيبة الأمل، ان انت خاب أملي في حد معين. عشان كده من أكتر الحاجات اللي تهون عليك هو ان انت تقدر تطلع معنى. ودايما يمكن بحكي لكم القصة دي، انه بقول لكم انه كان في فترة في حياتي كانت صعبة جدا جدا جدا، يعني لدرجة بالنسبة لي انا اصلا شخص على فكرة انا شخص الحمد لله، ودي حاجة مش بقول الحمد لله عليها، ان انا لما بعوز اعيط بعيط، يعني مش اللي هو بقى شخص لا ما بيعرفش يطلع لا مش كده خالص، بالعكس يعني الناس بتتخض مني عشان بطلع مشاعري قوي. بس العياط بالذات حتى دي يعني حاجة في الثيرابي او في الجلسات ما بعرفش اعملها. ان انا اعيط قدام حد ده معناه ان انا وصلت لاخر اخر 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 اخري، يعني خلاص اللي هو انا مشاعري طلعت فوق جدا. انا دايما باجل العياط، يعني انا بره طب سمية لما نروح هنبقى نطلع مشاعرنا، ما بعرفش اعيط قدام حد. فكون ان انا كنت واصله بفتره ان انا زعلانه لدرجه ان انا قدام الناس فجاه بيلاقوا دموعي نازله واحنا نازلين مثلا في اي مشوار، دي كانت حاجه مرعبه. وكنت خلاص بقى حاسه عارفين فعلا لما انتوا تحسوا ان الدنيا ضلمه قوي، انا مش قادره ومش قادره اشوف النور. لحد ما جه قدامي كويس معين كان ليه علاقه ب يعني اذاعه التلفزيون، اذاعه في التلفزيون مش في الراديو. حسيت هنا انه ايه ده، الله دي من احلامي، فيلا بينا. فاول بقى انا بجد مش بهزر معاكم، اول ما انا حجزت لو انت بتدفع الديبوزيت وكده حسيت ان انا في حاجه متحمسه لها، فالمشاعر بدات تهدى لان انا قدرت الاقي معنى تاني. عشان احنا اوقات كتير وعادي احنا بشر، اوقات كتير بتبقى الحاجه اللي انت زعلان عليها كنت حاططها للاسف تقريبا هي 99% من حياتك، فكأن 99% من حياتك انت افتقدتها، فمحتاج بقى ايه، الاقي معنى جديد. طيب الجدود والجدات حاجه كده، يعني انا حاسه ان انا والله وانا بقول كده ما اشعرها لاني مفتقده جدا ان انا اقول جدو تيتا. هم علم النفس والدراسات بتقول انه هم ليهم انفلونس او تاثير ايجابي جدا على احفادهم. وده ليه؟ لانه خلي بالكو احنا مع كل جيل بيبقى الدنيا بدأت تبقى أسرع بكتير، والحياة اللي هو إيه تحس إن أنت بتجري ورا نفسك. بس لما بتقعد مع حد زي الجد أو الجدة هم أصلا بيتكلموا أبطأ، تفكيرهم فيه حكمة أكتر، بياخدوا وقتهم، فتحس إنه الطفل هنا بيقدر يهدى، بيعرف يتعامل أكتر مع الستريس، مع الضغط، حاسس إن هو في استقرار، هو grounded stable، مستقر في مكانه وهو قاعد معاهم. يعني نقدر نقول إن الجدود أصلا بيحسسوا الأحفاد إزاي أو بيعلموهم إزاي يعرفوا يعيشوا اللحظة. لأن إحنا إمتى بدأنا نتكلم على هنا والآن، وإن أنت إزاي تقدر تعيش اللحظة، وإن إحنا جيل ما بنعرفش نعيش اللحظة بسبب السرعة. فأنت حس كل حاجة بسرعة، فأنت أصلا حتى وأنت سايق خلاص بقى لو أنت شخص محترف في السواقة بتتخض إن أنت وصلت البيت، أنت مش فاكر إيه اللي حصل، ولا أنا دخلت يمين ولا إيه اللي إنك كنت حافظ خلاص في الأوتو بايلوت. فهم بيعلموا الطفل أو الأحفاد إزاي إن هم يعرفوا يعيشوا اللحظة بلحظتها. يعني هم وجودهم بمثابة ثيرابي للأطفال، مش بس ثيرابي ومش بس جلسات، وجودهم بيساعد في إنه طفلك يطلع شخص مستقر نفسيا. ليه؟ إحنا بنقول إنه جزء كبير جدا من استقرار النفسي إن الطفل يحس بالحب الغير مشروط. بس مع ضغط الحياة والشغل ومليون ألف حاجة بتطلب من الأم ومليون ألف حاجة بتطلب من الأب مش هيعرفوا يدوه 100%. فسبحان الله ربنا خلى الجدود أصلا هو بالنسبة لهم ده حياة. يعني هم بيبقوا خلاص عارفين قبل كده
الجد والجدة قبل ما بيبقوا جد وجدة بيبقوا حاسين ان حياتهم خلاص ملهاش معنى، اللي هو ولادي كبروا واتجوزوا وبقيت لوحدي ومش عارف ايه وكده. فلما بيجي الحفيد وتبدأ البنت تقول لمامتها انه ما عادش هيسيبوا معاكي، ما عادش مش عارف ايه كده، فبيبدأوا يحسوا بمعنى في الحياة تاني، يبدأوا يحسوا بنشاط بعد ما كانوا حاسين ان حياتهم دي ماتت. عشان كده بيدوا كمان حب وعطاء مضاعف، لان بالنسبة لهم انا مش بس بدي حفيدي، انا بدي بنتي، لانه خلاص البنت لما بتخلف بتبقى كل اللي هي عايزاه من مامتها انه تساعدها في بنتها اصلا. فبالنسبة لها عشان كده بتلاقوا الجدات والجدود بيدوا بشكل مبالغ فيه. مش دايما بنقول أعز الولد ولد الولد، دايما بيقولوا كده. فده ليه يا جماعة؟ لأنه جزء من عطائهم بيبقوا عارفين ان انا كده بدي ابني او بدي بنتي لما بدي ابنه اصلا. سبحان الله، هو بيبقى ترانسفورميشن كده، بيبقى تغيير تام للأم والأب. لما بيبقوا أم وأب خلاص بتبقى كل حياتهم أو أهم حاجة في حياتهم الجزء ده اللي جه، يعني الابن أو البنت، جزء منهم ده بقى أهم حاجة في الحياة. فلما حد يشارك فيه أو يكون سبب في إفادتهم، ده بالنسبة لهم بالدنيا. بس بقى كان بالنسبة لي حاجة مهمة قوي إن أنا يعني أشوف الدراسات بتقول إيه، يعني دراسة كده معينة بعينها. فلقيت حاجة جميلة قوي، بيقولوا إنه الدراسات أو الدراسة دي إنه كل ما الجدود بيقعدوا وقت أكبر ويهتموا بأحفادهم، ده عندهم بيخلي التدهور المعرفي يبقى بطيء، وبيزود من مستويات المعرفة عندهم. يعني ايه التدهور المعرفي؟ ايه اسمها الحاجات الكبيرة والمجعلصة انت بتقوليها دي؟ مش انتوا عارفين ما يسمى كل ما حد سنه بيكبر بنخاف من الزهايمر والخرف والحاجات اللذيذة دي؟ ده بقى اصلا بيبطئ ان ده يحصل، بيخليهم نسيانهم يبقى اقل ويبقى ابطأ، بيخلي اطلاقة لسانهم، يعني فكرة ان هم يتكلموا والكلام يطلع كده عادي كده، لان كل ما بيكبر ده بيبقى صعب. ده كمان بيبقى قليل، بيبقى الكلام عندهم وقدراتهم اعلى بكتير طول ما هم بيكونوا عندهم او قاعدين وقت اكبر مع احفادهم. مش بس كده، والعكس على فكرة، على الاحفاد نفس الحاجة. لما هو بيقعد مع جده او جدته كمان، هو كمان مستوياته المعرفية بتكون اعلى، وده لانه قاعد مع حد عنده خبرة اكبر بكتير. فانتوا عارفين هما الجدود والجدات بيدوا نصايح، بيحكوا قصص. لذلك من اكتر الحاجات اللي قريتها انه وجود الجد والجدة عند الطفل بيخليه او بيساهم جدا في بناء هويته، لان انت تحس ان الجد والجدة دول التاريخ، ده دول اللي جابوا بابا وماما. فانتوا فاهمين قصدي؟ الموضوع بيبقى بالنسبة لهم انه بقى من اكتر الحاجات اصلا اللي بينصحوا بيها علماء النفس انه ايه، الجد والجدة يقعدوا يحكوا حاجات عن انا لما ولدت باباك مش عارفة ايه، ويقعدوا يحكوا القصص دي. ده كله بيأثر جدا ايجابيا على الطفل. بس اللي كنت بقول لكم ان انا منبهرة ليه بالدراسة دي، عشان انتوا لو اخدتوا بالكم سبحان الله تدبير ربنا، ان هو مش بس الطفل اللي محتاج الجد والجدة عشان هو يطلع مستقر نفسيا اكتر، والتقصير بتاع الام والاب ما يأثرش عليه. لا مش بس كده، ده كمان الجد والجدة محتاجين الأحفاد جدا، ومحتاجين الوقت اللي يقعدوه معاهم عشان ما يجيلهمش الحاجات اللي احنا بنخاف عليهم منها لما بيكبروا في السن. فهي المنظومة كده سبحان الله، عشان ربنا سبحانه وتعالى هو ده كده تستشعروا اسم الولي، هو متولي كل حد في الدنيا دي. عشان كده لما جم علماء النفس يعني يقولوا احنا عايزين نشرح لكم اكتر ليه ده بيحصل، فقالوا انه في ثيري اسمها رول انهانسمنت ثيري.
النظرية دي بتنص على إنه وجود أدوار كتيرة، إن الشخص يبقى ليه أدوار كتيرة منتجة، زي إن هو يبقى جد شريك حياة وبيعمل في حتة في نفس الوقت، دي بتساعد على تطور صحته النفسية. لأن كل أما الشخص بيكبر في السن بتبقى أولوياته إنه يبقى عنده علاقات آمنة، علاقات فيها معنى أو ذو معنى كده. فزي ما الأطفال محتاجين الجد والجدة، كمان الجد والجدة محتاجين الأطفال. عشان كده بأشفق قوي على يمكن الأطفال اللي أصلا ما عاشوش مع جد وجدة تماما، أو قصدي ما عاشرهمش، يعني ما كانش عندهم ده، لأن ده بيفرق جدا في الحياة. ما فيش حاجة ربنا كده خلقها مش هتفرق، هو كلها منظومة واحدة. عشان كده في حاجة مهمة قوي برضو بحب جدا إن لو في أمهات أو أبهات بيسمعوني يبقوا فاهمينها. أوقات بيبقى في يعني أب كويس جدا مع ولاده والأم ما كانتش كويسة، فيلاقي إنه ولاده مكتئبين، فيبقى حس اللي هو طب أنا مش كفاية. والله العظيم والله العظيم يا عم حضرتك كفاية، ملهاش علاقة. هو ربنا زي ما قلت لكم خلق منظومة، المنظومة دي فيها أم وأب. أنا عندي الأب مدي 100% بس الأم مديه 50%، يبقى هتأثر. العكس تماما، الأم مديه 100% والأب مدي 50%، يبقى برضو الطفل هيتأثر. إلا بإذن الله بقى دي حاجة تانية، بدون أسباب ربنا سبحانه وتعالى يطلعه مستقرة نفسيا، دي حاجة تانية. بس هو مش تقصير منك، مش عشان انت مش كفاية، انت كفاية والله فوق راسنا كلنا، بس هي المنظومة كده. عشان كده أعتقد إنه الناس بقى عندها أو الشباب بقى عندهم الوعي الكافي إن الولد لما يجي يدور مش هيدور على زوجة بس، أنا هدور على أم. والعكس، لما هتيجي تدوري ما تدوريش على زوج بس، دوري على أب لولادك. لأنه لو هو زوج ليكي كويس جدا ولكن معاهم مش كويس وانتي كويسة، هم هيتأثروا. وكل ده بكلمكم بالأسباب، أقدار ربنا دي، والنتيجة دي حاجة تانية خالص، وبتبقى من فضله وكرمه يعني. تعالوا نروح لفاصل، نرجع نكمل كلامنا أكتر عن افتقاد الجد والجدة، وأقول لكم إمتى يعني وجود الجد والجدة بيبقى مؤثر أكتر إيجابيا على الطفل. نقدر نقول برضو هشرح لكم إزاي العلاقة بين الأحفاد والجد تبقى قوية، لأنه الأم والأب دايما ليهم دور. ولكن بفكركم بسؤال حلقتنا، يا ترى إيه أكتر ذكرى بتجمعك مع جدك ومفتقدها؟ وأرقام التواصل بتاعتنا 010427894، أو اكتبوا لنا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات اف ام #بوصلة السعادة. فاصل سريع نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من برنامجنا بوصلة السعادة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. ورحلة النهاردة جوه دماغي عن افتقاد الجدود. عشان كده سؤالي ليك، يا ترى ايه أكتر ذكرى بتجمعك بجدك أو جدتك ومفتقدها جدا؟ وأرقام التواصل بتاعتنا 010427894. قبل الفاصل كنا بنتكلم على أهمية وجود الجد والجدة على الأطفال، والعكس كذلك، إنه كمان الجد والجدة عندهم مهم جدا وجود الأحفاد، ومهم لوجود يعني وجود الأحفاد ليهم أصلا مهم لصحتهم أساسا، وبيقلل من التدهور المعرفي، من نسيانهم للذكريات وكل الحاجات دي، ده كله بيقل. طيب خلي بالكم إنه الدراسة كانت بتقول، نفس الدراسة اللي كنا بنتكلم عليها قبل الفاصل، بتقول إنه التأثير الإيجابي الجميل اللي احنا عمالين نتكلم عنه ده بيبقى معتمد على هل دور الجد والجدة سلبي ولا إيجابي. يعني إيه اسمها سلبي أو إيجابي؟ يعني أنا ممكن مثلا أودي اسمها إيه، مثلا ممكن واحدة تودي لمامتها ابنها وتقول لها إيه ماما بس خلي بالك منه كده، فالجدة تبقى بس قاعدة بحيث ان هي تاخد بالها ان الابن ما يعني حفيدها ما يوقعش بتاع، بس ده اخرها، بس ما بتعملش حاجه. في الناحيه التانية جده تانية تبقى قاعده بقى
مع حفيدها وعمالة بتعمل مع الواجب، مثلا ينزلوا يعملوا حاجة ترفيهية، يلعبوا بتاع. فده بيأثر إيجابيا أكتر على الجدود وكمان على الأطفال لما يكون الدور إيجابي، لما يكونوا بيعملوا حاجة مع بعض. طيب في حاجة كمان بالنسبة لي مهمة. الدراسة دي كانت بتقولك إنه في حاجة بتسمى اللايت جراند بيرنتنج والهيفي جراند بيرنتنج. يعني إيه ده؟ يعني بيقولك إنه أوقات الابن، يعني الولاد بيطلبوا من مامتهم وباباهم، لو هما الجدود يعني، بيطلبوا منهم يقعدوا وقت كتير قوي مع الطفل اللي هما الأحفاد يعني. وده ممكن يأثر سلبا لأنه هيعمل للجد والجدة ستريس. لو أنا مديهم أصلا أدوار يعني فوق طاقتهم، فبالتالي بدأ يبقى عليهم ستريس، فأصلا مش هيفيد إن هم يقعدوا مع أحفادهم تماما بقى. مش هيفيد بقى فكرة السلوك المعرفي وإنه ده يزيد والكلام ده، مفيش الكلام ده. إنما لما بيكون في light grand parenting يعني بيهتموا بأحفادهم وكل حاجة، بس في المتوسط، في الطبيعي، مش باجي عليهم قوي، مش رامية كل أحمالي على مامتي وبابايا، فبالتالي كأن هما اللي مخلفين مش أنا. فلما بتعمل كده ده كمان بيكون سلبي، خلوا بالكم. طيب في كمان حاجة مهمة قوي لما جم يقولوا إنه طيب هل بيفرق بقى فكرة الجد عن الجد؟ لقوا إنه الجدة أولا هي لما بتيجي تعمل حاجة، لما بتيجي يعني تهتم بأحفادها، مش بتطلب شريك حياتها يكون معاها، يعني هي بتحب تعتمد على نفسها وتعمل كل حاجة هي مع نفسها، تمام. إنما الجد بتبقى اهتمامه أقل، الوقت اللي بيقضيه مع أحفاده أقل، لذلك بيكون ممكن يكون الإمباكت أو التأثير الإيجابي على الجد من القعدة مع أحفاده بيبقى قليل، لأنه أصلا مش بيقعد معاهم كتير. وكمان الجد لما بيقعد مع أحفاده أو بيعمل معاهم أي حاجة بيطلب مساعدة، بس ده بيقولوا إن ده أصلا مفيد جدا. يعني دايما زي ما بقول لكم الجدات بيكونوا عاوزين هم ايه، انا بقى سترونج اندبندنت، فانا هعمل لها كل حاجه وهعمل لاحفادي كل حاجه وكده. ده بيكون عليهم سلبي زي ما قلت لكم، انه بيضغطهم جسديا ونفسيا وكل حاجه. انما بيبقى مهم قوي ان انا لما اطلب من مامتي انها تقعد مع ولادي او تعمل حاجه، ابقى متاكد اولا ان الحاجه دي في متناول قدرتها. تاني حاجه احاول اساعدها على قدر الامكان. لو انت اصلا عندك قدره مثلا او في حد بيجي يساعدكم فتخليه معاها، يعني بيبقى فيه، ده مهم جدا. طيب تعالوا بقى نتكلم بالنسبة لي في حاجة مهمة قوي، ازاي ابني علاقة قوية وصحية بين الأحفاد والجدود. لأن احنا بنفتكر ان انا اسيبهم مع بعض والدنيا تمام. لا، مش هتسيبيهم مع بعض والدنيا تمام. دايما الأم والأب ليهم تأثير، ودايما بتبقي محتاجة، يعني مش هقول ترشدي لأن هم أكيد الأم والأب فوق إن احنا نرشدهم، ولكن نقدر تقدري تديهم على الأقل تيبس كده إزاي يتعاملوا، مفاتيح ولادك أصلا، عشان يبقى فيه علاقة قوية ما بينه وما بين جده أو جدته. يعني مثلا لو مثلا الجد أو الجدة ساكنين بعيد، دايما يبقى فيه وقت هتشوفوا مثلا بعض فيس تايم أو هيبقى فيه كده ساعة هتفتح مع جدك مثلا كل يوم خميس لو هو ما بيقدرش يشوفه كتير، لأن ده بيكون مهم قوي. العلاقات الاستمرارية من أكتر الحاجات اللي بتقوي أي علاقة. كمان بيبقى مهم قوي إنه مثلا لو ابنك أو بنتك بيحبوا كتاب معين أو قصص معينة، تبقى بتجيبها لجدهم أو جدتهم بحيث إن هم يقروا لهم الحاجات اللي هم بيحبوها، بحيث إنه برضو خلي بالكم الجد والجدة زي ما بيبقى ليهم تأثير لذيذ جدا، ممكن يبقى ليهم تأثير مش حلو. في إيه؟ إنه أنا كجدة مثلا اعتبروني، فهيبقى في جيل مختلف ما بيني وما بين حفيدي،
فانا بحكي له القصص اللي على مزاجي، اللي انا اتعلمتها في جيلي، ودي الاهتمامات وكده. فبالنسبه له كده حاجه ممله جدا. فلو انا غصبته ان هو يسمعها، هيبقى بالنسبه لي يوم ما انا بروح لتيتا ده يوم لا حول ولا قوه الا بالله، وهيسيب عليه تاثير سلبي اكتر ما هيسيب عليه تاثير ايجابي. من الحاجات برضو التانية ان انتوا مثلا تقولوا يعني للجدات مثلا ان يبعتوا هدايا معينة على البيت لأحفادهم. ده بيكون برضو من الحاجات المهمة جدا. من أهم بقى الحاجات بالنسبة لي إن تخليهم يعملوا مع بعض أنشطة مختلفة. يعني نوع النشاط مش مهم إيه نوع النشاط، بس يبقى فيه أنشطة مختلفة. دي من أكتر الحاجات اللي بتفيد نضج الحفيد، وكمان بتفيد يعني صحيا ونفسيا بتفيد الجدود. ان انتوا تنصحوا الجدات والجدود ان هم يقولوا قصص عن تاريخ العيلة، عشان زي ما قلت لكم ده بيبقى مهم قوي في بناء هوية الطفل. ويكون بقى طبعا في دايما انا بقول لكم الموضوع ده زي ميموري بوك كده، كتاب فيه الذكريات، ألبومز. احنا معرفش ليه تحس ان احنا كل حاجة طبعا عشان بقت تكنولوجي وكده، فطبعا تقدروا برضو تستغلوا عادي انها تبقى حاجة في الموبايل او في كاميرا او كل الحاجات دي، برضو دي حاجة تمام جدا. بس فكرة ان هم طول الوقت يبقى فيه صور، يبقى مثلا يعملوا لهم حتى انترفيوز ويقعدوا يسألوا حاجات وفيديوز وكده، دي حاجة بتقوي العلاقة جدا. بحب انهي كل حلقة بحاجة مهمة قوي. الحاجة اللي أنا بحب أتكلم فيها، إحنا يا سمية أنت قعدت اتكلمتينا عن أهمية وجود الجد على الطفل والعكس، وكلمتينا على إزاي إن هما يبنوا علاقة قوية ببعض. كل ده لذيذ وحلو جدا، بس انت قايله لنا ان احنا نتكلم عن افتقاد الجد. حلو جدا، بس انا بحب دايما اخد الموضوع من ورا وبعدين بقى نبدأ نتكلم على اللوس او الافتقاد. لان انتوا هتلاقوا انه مشكلتنا الاكبر في الافتقاد ان انا ما بكونش متعلم زي ما قلت لكم ازاي اصلا انا اعيش الافتقاد، عشان كده اصلا بتتخض. وبيبقى في حاجات كتير قوي طبيعيه انت بتعيشها، بس انت اول مره تعيشها، ما حدش قالك انت هتعيشها فبتتخض. يعني مثلا الافتقاد من اول حاجه انت محتاج تعرفها ان هي بتظهر لك على مشاعر مختلفه، مش بس ان انا احس بحزن فكده انا معناه ان انا يعني مفتقد حد او كده، لا خالص. هو ان انت تبقى مش بتركز، يعني مثلا حاسس بعدم تركيز طول الوقت، ده بيبقى نوع من انواع انه حضرتك بتعيش الافتقاد. ممكن يجيلك على فكرة عدم التصديق، فان انت بتنكر ان ده حصل. ممكن يجيلك بشعور باللخبطة، انت تايه مش فاهم ايه اللي بيحصل. ممكن برضو يجيلك على شكل توتر، انت طول الوقت متوتر، لان الجريف الفقد ممكن يعمل لي صدمة، والصدمة دي معناها ان انا حاسس بخطر. لما بحس بخطر لازم هينتابني الانكزايتي او التوتر، وهنا لما هينتابني التوتر بسبب ان انا احس ان انا في خطر انه جدي مش موجود، فهيحصل لي حاجه من الاتنين. يا اما هبقى بشغل نفسي 24 ساعه، فانا عامل زي ايه النحله كده بروح من كده لكده 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 ومش قادره اتنفس ومش عايزه افكر في حاجه وكده. وده مش معناه انا حضرتك تعافيت تماما، لان المشاعر جوه موجوده بس مكبوته مش اكتر ولا اقل. او هتنعزل فانا مش هطلع من البيت. فدي بتبقى نوع من انواع الفايت او الفلايت او الفريز. فان انا يا اما بقعد في مكاني فانا خلاص انا هنعزل، يا اما فلايت بهرب، فانا لما ههرب بايه؟ ههرب بان انا بقى اروح من هنا لهنا هنا كده. او الفايت ده برضو ممكن يبقى نوع منه ان انت حاسس طول الوقت ان في حاجه انت محتاج تعملها، او ممكن منه تبقى بقى يطلع لك على حاجات اجريسيف، يعني تبقى انت اصلا
طريقتك طول الوقت حاسس انك عصبي واجريسيف مع الناس وكده، فكأنك بتتخانق عشان حاسس انك في خطر. ده كله علامات تقولك انه في صدمة معينة ما انت بتعيشها ولسه ما تعافتش منها. تمام، تعالوا بقى نتكلم على حاجات مهمة قوي تعملها لو انت فقدت جدك او جدتك. وانا بتكلم في النص ركزوا قوي عشان هقول الاعراض اللي انت لو لقيتها كأنك ما سمعتنيش. ليه؟ لانه حضرتك محتاج تروح لدكتور. فانا هقول لك امتى يبقى حزنك مش بتاعي ومش بتاع ان انت تسمع اي نصايح من السوشيال ميديا ولا من برامج ولا اي حاجه. حضرتك محتاج تروح لدكتور. هتعرف بقى ده واحنا بنتكلم. اول حاجه مهمه جدا، محتاج يبقى عندك سبورت سيستم او محتاج يبقى عندك دعم من اللي حواليك. طب سمية اللي حواليا دول اخواتي اللي برضو فقدوا جدتهم، فصباح الفل يعني انت بتتكلمي في ايه؟ لذيذ جدا. هو اصلا ممكن ان انت ساعتها اقول لك يا اما حاول تلاقي دعم من حته تانية يعني صحابك او كده، او ادعموا بعض. بس ادعموا بعض بايه؟ اصلا من اكتر الحاجات اللي بيبقى فيها دعم ان انتوا تقعدوا تفتكروا الشخص ده اللي توفى وتفتكروا ذكريات حلوه مع بعض وتجمعوا بعض. يعني انا فاكره كويس جدا بعد ما جدي الله يرحمه توفى، هو كان بيجمعنا كل يوم خميس، فاحنا قعدنا نقول ان احنا لازم يبقى عندنا العهد بتاع يوم الخميس ده، وان كل يوم هيبقى في بيت حد من ولاده كل يوم خميس يعني. فدي كانت من اكتر الحاجات اللي ايه بتهون، بتحس ان انت لسه حاسس بروحه موجوده. عشان كده برضو كان واحد بيحكي انه مراته لما توفت كانوا صحابه كل يوم او يعني كل يوم كده بالليل بيجولوا، وبعد بقى العشاء يتعشوا ويقعدوا بقى يتكلموا عن يعني يقعدوا بقى يفتكروا ذكريات مع اللي هو يخليه يعني يفتكر ذكريات مراته وكده، ويقعدوا يتكلموا ايه كتير جدا. ودي كانت حاجة بتهون عليه قوي، تحسسه بان هي موجودة عامة. هقول حاجة اوقات مفيش دعم تماما والناس اللي حواليك مش قصدي حاجة يعني عندهم مشاكل نفسية كتير، فانت مهما عملت لا حياة لمن تنادي، وفي الاخر مين اللي هيقع؟ انت هتعمل حاجة، هتستخدم النرجسية. انا قلت لكم امتى النرجسيه تبقى مشكله؟ لو هي الغايه بتاعتك. فانا الغايه بتاعتي ان انا ابقى فوق الناس، لا انا هنا مش بستخدمها كده، انا بستخدمها عشان اقوم اقف. طب هستخدمها ازاي سمية؟ ايوه يعني من جواك تقعد تبقى اللي هو انا رائع انا مفيش زيي اساسا والله، انا ما حدش اصلا يعني. بص، انفخ في نفسك بقى على قد ما تقدر، دلع نفسك طول الوقت، هات هدايا لنفسك ومن كل اللي انت عايزه، عشان هي دي الحاجة اللي هتخليك مكمل. ما يفرقش معاك حد في الفترة دي عشان بس ما كده، وأكيد هنا ما يفرقش معايا حد مع اسمها ايه، بقى حاطط كده ليميتس شرعية. فأكيد مش مثلا هشيل البر من الموضوع، لا عادي ببر مامتي وبابايا ودول خط أحمر. أنا بكلمك في العادي. حد بقى انت من النوع بقى اللي بتدي قوي واصحابك بيطلبوا منك لا، انت اهم حاجة انا في الفترة دي عشان اقدر انا اكمل. طيب تاني حاجة ان انت تبدأ تاخد بالك من نفسك في كل حاجة، عشان ده اللي بيخلي عندك صلابة نفسية اقوى. فنومي، اكلي اخباره ايه؟ يعني انا من اكتر الحاجات اللي بعملها لما نفسيتي بتكون تعبانة ان انا ببدأ اعمل دايت، مش عشان انا عايزة اخس بس، اصلا يا جماعة الاكل الصحي بيأثر جدا في نفسيتنا ايجابيا، فده مهم جدا. تحاول ان انت تشغل نفسك على قد ما تقدر. بس انا هقولك دلوقتي ايه الفرق ما بين ان انا اشغل نفسي واكون ما عنديش كده ثانية واحدة وده يكون بيخليني اكبت مشاعري، وامتى اكون بشغل نفسي بطريقة صح. فهقولك حالا يعني رابع حاجة، لو مثلا انت جدك هو اللي كان بيقعد يتغدى معاك، يعني مثلا جدك هو اللي رباك ومامتك وباباك ما كانوش موجودين، فكأني يعني في مثابة مش بس جد واب وكل حاجة، فبقيت ان انت في اوقات الاكل دي الغدا مثلا بالذات بتحس بوحدة وافتقاده بجد، فده الوقت اللي بيخليك تنهار. يبقى لازم اكون محضر قبليها ان انا هخرج مع صحابي او هعمل حاجة، فهيبقى الاكل صحابي هيجولي هنخرج هنعمل حاجة، بحيث انه انت تبقى بتحمي نفسك من الانهيار والمشاعر الشديدة قوي اللي انت ممكن ما تقدرش تتحملها.
كمان ان انت أجل أي قرارات أساسية ممكن تاخدها دلوقتي في وقت الفقد بالذات. يعني لما يكون لسه الوفاة حاصلة بتبقى أنت very overwhelmed، يعني حاسس إنه أنا مش قادر، أنا في مشاعر تقيلة قوي عليا. فلو أخدت أي قرار، أنا أسفة أقولك إن هو 99% يبقى غلط. فنحاول لو في قرار أساسي ينفع أجله شوية. حاول تروح خروجات فيها ضغط قليل. فيها ضغط قليل يعني ايه؟ يعني بنخرج نتمشى في حتة كده في الطبيعة، جنينة، ايا كان بقى، نادي بتاع. بنروح مثلا تروح تتفرجوا على كرتون في السينما، فمعاكوا الفشار وانا تمام، احنا في حتة تانية. فدي بتبقى كلها حاجات مفيدة جدا. تكتب رسالة للمتوفي، لجدك. ودي كانت من الحاجات اللي فادتني قوي، ان انا كتبت رساله لجدي، وده كان لسه على فكره من كام يوم، وحسيت براحه قوي. يعني عيطت اشتياقا ليه، بس مش انهيار. عشان كده هقول لك حالا ايه الاعراض اللي لو موجوده عندك يبقى انت محتاج تروح لدكتور، فما تكتبش رساله ولا تعمل كل اللي انا بقوله ده. اول حاجه ان انت ما بتقدرش، يعني بتفضل تعيط طول الوقت وما بتعرفش تنام، مش قادر ان انت، يعني هو مأثر على شغلك ومدرستك وكل الحاجات دي. زي ما قلت لك، يا اما بتنام كتير قوي يا اما مش بتنام خالص. ما بتاكلش قوي فنفسك مسدودة. عندك صعوبة في ان انت تاخد قرار. بتلوم نفسك على موت الشخص ده. لسه لحد دلوقتي عندك انكار. حاسس ان انت بعيد عن الناس وفي عزلة حتى وانت حواليهم، وطول الوقت حاسس بوحدة عامة. حاسس ان حياتك فاضية وملهاش معنى، وحاسس انه مفيش هوية او مفيش غاية. انا مش عارفة انا اصلا موجود هنا في الدنيا ليه. اخر حاجة، فلو انت عندك الحاجات دي ما تعملش اي حاجة من اللي انا بقولها، ولا تعمل باي حاجة حد بيقولها لك. روح بعد اذنك للدكتور. طيب، اخر حاجة هنهي بيها انه انت تحزن على فترات صغيرة. فانا كل يوم عندي 20 دقيقة بعيط فيهم او بحزن فيهم، وبعدين على طول بعمل بقى حاجة. فانا عندي بروجكت فيو مثلا بكرة، فانا هشتغل على المشروع ده. هاخد ال20 دقيقة دي وبعدين هروح شغلي، هاخد ال20 دقيقة دي وبعدين خارج مع صحابي، وهكذا. بحس ان انت هنا بتفرغ، ولكن بعد كده عشان مشاعرك ما تفلتش منك قوي، بتقوم ايه بقى محاوطها بانه الناس تبقى حواليك. ودي كانت حلقة النهاردة عن افتقاد الجد. استنوني في اخر حلقة يوم الثلاثاء الجاي الساعة 6:15 مساء، ويومكم جميل.